انا اتقبلت في منحة تشيفنينج ودرست في واحدة من احسن الجامعات في بريطانيا، وفي الفيديو ده هقول لكم انا عملت ايه عشان اتقبل، وازاي انتوا كمان ممكن تتقبلوا وتعملوا اقوى ابلكيشن ممكنة عشان تتميزوا عن الالاف المؤلفة اللي بتقدم على المنحة. في الفيديو ده هنتكلم عن شروط التقديم، ازاي نعمل ابلكيشن ونملاها صح باحسن شكل ممكن. هتكلم كمان عن جزء من اهم الاجزاء وهو اختيار الجامعات والتقديم عليها، وايه الجامعات والبرامج اللي لو قدمت عليها مش هتقبل في المنحة. وهتكلم كمان عن ايلتس واشتراطاته سواء في المنحة او في الجامعات اللي بقدم عليها. لو اول مرة بتشوفوني، اسمي شريف علاء، ودي الخلاصة عن التقديم على منحة تشيفنينج. جاهزين؟ يلا بينا. اول حاجة هنتكلم فيها مين ليه حق التقديم. رقم واحد، لازم اكون من بلد مسموح ليها التقديم. لو بتتفرجوا على الفيديو ده بالعربي ومعاكم جنسية بلد عربي، فتقريبا كل البلاد العربية مسموح لها تقدم. رقم اتنين، ما كنش مواطن بريطاني حتى لو معايا جنسية بلد من البلاد دي. يعني ما ينفعش ابقى مصري بريطاني واقدم. طب ينفع يبقى معايا جنسية تانية واقدم؟ طالما الجنسية التانية دي مش بريطانية. يعني انا ممكن ابقى مصري امريكاني واقدم، ممكن ابقى تونسي فرنساوي واقدم الى اخره. تالت حاجة، ان انا اكون حاصل على شهادة جامعية تعليم عالي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا في مصر يكون معايا بكالوريوس او ليسانس او ما يعادلهم في اي دولة تانية. الحاجة اللي بعد كده ان انا يكون عندي 2800 ساعة عمل. يعني ايه؟ يعني بالتقريب سنتين خبرة. طيب بحسبهم ازاي ال 2800 ساعة، وايه نوع الشغل اللي مقبول، وطب هل انا كنت متطوع؟ هنتكلم بالتفصيل بعد شوية عن الموضوع ده. شرط كمان ان انا ما كنش حصلت قبل كده على منحة دراسية مدفوعة من الحكومة البريطانية. يعني مثلا لو انا خدت تشيفنينج من سنة من 10 ما ينفعش اقدم تاني، او اي منحة تانية مدفوعة من حكومة بريطانيا. لكن لو انا مثلا كنت واخد منحة من حكومة تانية في امريكا، في مصر، في اي دولة تانية، عادي مسموح لي اقدم. وحتى لو انا دارس في بريطانيا بمنحة خاصة او على حسابي ينفع اقدم. يعني لو انا قبل كده خدت منحة من جامعة مش مدفوعة من الحكومة، فانا مسموح لي اقدم على تشيفنينج. بخش على موقع المنحة، بجاوب على اسئلة الاهلية او الاليجيبيليتي دي، ولو انا عندي الحق في التقديم بيبعتولي لينك، واللينك ده هو اللي بقدر بيه ادخل على الابلكيشن واعملها. بعد ما بفعل اللينك اللي هم بعتوهولي، بيبعتولي حاجه زي باسورد من 8 حروف، لازم اكتبها في مكان امين علشان مش هشوفه تاني، ومش مسموح لي اغير الباسورد، فلازم اخدها واكتبها في حته ما تضيعش مني، عشان كل مره هدخل بالباسورد ال8 حروف دي. طيب دخلنا وبقى عندنا اكسس للابلكيشن. الابلكيشن دي مكونه من ايه؟ الابلكيشن مكونه من 8 اجزاء اساسيه. اول جزء هو بياناتي الشخصيه، بتسال عن اسمي وعنواني والمكان اللي هعمل فيه الانترفيو لو اتعمل لي شورت ليستنج. فمثلا لو انا مصري اخترت مصر، المكان الوحيد اللي هلاقيه في القائمه هو السفاره البريطانيه في مصر. تاني حاجه هي جواز السفر والجنسيه، بكتب انا مقدم على المنحه فين. يعني لو انا مصري عايش بره بقدم على المنحه بتاعتي في مصر. لو انا عندي جنسية تانية بكتب ان انا عندي جنسية تانية، وقلنا طبعا ما ينفعش تكون التانية دي هي بريطانية. بكتب تفاصيل جواز السفر بتاعي. لو ما عنديش جواز سفر حاليا بكتب ان ما عنديش، وبعدين لازم بس قبل القبول يكون معايا جواز سفر ساري عشان اعرف اسافر بيه وادخل بريطانيا. بيسالوا كمان لو اترفضنا في تاشيره قبل كده سواء من بريطانيا او غيرها، لو حصل رفض بحطه، ودي حاجات ليها دعوه بالحدود والهجره عندهم. تالت جزء في الابلكيشن بيانات التعليم العالي. بخش بختار الدوله اللي انا اتعلمت فيها. انا مثلا اتعلمت في مصر، بيطلع لي قائمه بالجامعات المسجله عندهم في مصر. انا درست في جامعه القاهره بختارها، وبعدين بكتب اسم المؤهل بتاعي. فانا مثلا حاصل على بكالوريوس علوم سياسيه بوليتيكال ساينس. ايه هو نوعه يعني البكالوريوس ولا ليسانس ولا ايه؟ بكتبه زي ما مكتوب في الشهاده بتاعتي بالانجليزي. لو ما عنديش شهاده بتاعتي بالانجليزي اسال حد من زمايلي اللي اتخرجوا قبل كده، بس في اغلب الظن بكالوريوس يعني بي اس سي، وليسانس يعني بي اي. لو عندي ماستر بشوف اذا كانت ام اي ولا ام اس سي، لان انا لو عندي ماستر بعمل ادخال للجامعه بتاعتي بتاعت الاندر جراديويت، وبعمل ادخال بتاعي للماجستير اللي انا اخدته. رابع حاجه مطلوبه مني هي تاريخ العمل او الورك هيستوري. هنا بعمل اد وبدخل فيها تفاصيل الشغل بتاعي. لو هو شغلي الحالي بختار ان ده شغلي الحالي، لو شغل سابق بكتب تاريخ انتهائه.
وبكتب عدد الساعات اللي هي كانت مطلوبة مني وفقا للعقد بتاعي. يعني لو وظيفة فول تايم ومطلوب مني 40 ساعة في الأسبوع، بكتب إن أنا كان 40 ساعة في الأسبوع أو 35 أو على حسب العقد بتاعنا. لو بارت تايم بكتب إذا كانت 20. وبختار الطريقة الشغل المناسب ليا، سواء كان انترنشيب، سواء كان شغل بدوام كامل او دوام جزئي الى اخره. لو الشغل بتاعي مش موجود في الليستة اللي موجودة دي، بختار other وبكتب ايه هو. عدد الساعات ال 2800 بتتحسب اوتوماتيك لما بكتب البيانات بتاعتي، تاريخ البداية والنهاية بيحسب لي على الموقع عدد الساعات بتاعتي. مسموح لي اكتب لحد 15 ادخال، يعني لو عندي 7 8 10 15 وظيفة اقدر احطهم كلهم. الوظائف اللي بيعترفوا بيها في عدد الساعات هي تقريبا كل انواع الوظائف: فول تايم، بارت تايم، unpaid internship، يعني سواء تدريب مدفوع مش مدفوع، تطوع، فولنتيرنج، الحاجات دي كلها بتتحسب في ساعات الخبرة بتاعتي، فده شيء كويس. خامس حاجة، نقطة في منتهى الخطورة، اختيار الجامعات. بختار 3 برامج. برنامج يعني المؤهل اللي انا رايح ادرسه، يعني مثلا انا درست international relations فانا عملت ماجستير في العلاقات الدولية، فده اسمه البرنامج بتاعي. فمن هنا لغاية نهاية الفيديو لما اقول برنامج نعرف ان انا قصدي اللي انا رايح ادرسه. فانا هنا بختار 3 برامج، والنقطة دي مهمة جدا لان اختيار البرامج لو اخترت غلط ممكن يضيع عليا المنحة. انا هتكلم بالتفصيل اكتر عن اختيار البرامج والتقديم على الجامعات، بس انا دلوقتي بس بعمل اوفر فيو للابليكيشن بتاعتنا. سادس حاجة، الريفريز دول اللي هو زي لما بقدم على وظيفة وبيطلب مني 2 ريفرنسز. فالريفريز دول ناس سواء كانوا دكاترة جامعة عندي او معيدين او حد كان معايا في الشغل، حد اشتغل معايا سواء مهنيا او اكاديميا وقادر يحكم على ادائي وعلى التزامي وعلى مجهودي. مش مطلوب مني وانا بقدم على المنحة ان انا اعمل ابلود لخطاب تزكية، لكن فقط بدخل بياناته والاسم والايميل الى اخره، ولو عمل لي شورت ليستنج هم بيتواصلوا معاه. في شويه حاجات كمان مهمه نعرفها عن الريفريز هقولها بعد شويه بعد ما اخلص الابلكيشن بشكل عام. سابع حاجه هي اخطر حاجه في الابلكيشن كلها من وجهه نظري، وهي المقالات او السبورتنج ستيتمنتس او الاسيز. انا بالنسبه لي المقالات دي اهم نقطه، وهي اللي بجد ممكن تفرق في التقديم بتاعي وتخلي الكفة في صفي. هتكلم بالتفصيل عن كل سؤال وازاي نجاوب احسن اجابة ممكنة وتزود فرصنا في القبول. بس دلوقتي انا هستعرضهم بشكل سريع. هم 4 اسئلة. السؤال الاول عن مهارات القيادة والتأثير الايجابي في الناس. السؤال الثاني عن بناء العلاقات، اعتبروه سؤال عن النتوركينج. السؤال الثالث عن الدراسة في بريطانيا وليه اخترت الكورسات دي. ورابع حاجة هي الكارير بلان، سواء بعد العودة مباشرة او على المدى الطويل. هنتكلم عن كل واحد فيهم بعد ما نخلص الابليكيشن. تامن جزء هو الايكوال اوبورتيونيتيز او الفرص المتساويه او المتكافئه. هو بيسالني هنا عن شويه اسئله ديموغرافيه بجاوبها حسب حالتي، يعني انا ذكر ولا انثى، ولا انا ريف ولا حضر، عاصمه ولا خارج العاصمه الى اخره. بجاوب على الاسئله دي وفقا لحالتي. ايه الهدف من الاسئله دي؟ علشان يعملوا احصائيات داخليه يتاكدوا ان في اختيار متوازن، يعني مش 100% من الناس ولا 95% من الناس جايين من الحضر، عايزين يعرفوا هم مختارين الناس ازاي. بجاوب وفقا للحالة اللي تنطبق عليا، والحاجات دي ما بتأثرش على الابليكيشن بتاعتي انا. طيب هل انا المفروض املى الابليكيشن دي كلها مرة واحدة؟ لا، بالعكس، ده انت كمان او انتي المفروض ما تملوهاش مرة واحدة، نملاها على مهلنا. ابدأ ببياناتي الشخصية، بتاريخ العمل، بالحاجات دي كلها. كل حاجة وانا بملاها يا اما بعمل save and continue او بعمل save progress. save progress يعني سجل اللي انا عملته لحد دلوقتي وهرجع له تاني. save and continue يعني تقريبا خلصت السكشن ده، وحتى لو خلصت السكشن ده هقدر ارجع له طول ما انا ما دوستش submit وعملت confirmation ان انا خلصت كل حاجة. فعادي جدا نبدأ الابليكيشن دلوقتي ونخلصها بعد اسبوع 2 3 ايا كان. طيب هل مطلوب مني اي مرفقات دلوقتي؟ لا، مش مطلوب اي مرفقات خالص، مش هنا خالص. لو اتعمل لي شورت ليستنج هيبداوا يطلبوا مني الشهاده والريفريز والحاجات دي كلها. دلوقتي هنتكلم بالتفصيل عن اختيار الجامعات. اختيار الجامعات نقطه في منتهى الاهميه، لان انا لو اخترت جامعات غلط او اخترت كورسات غلط ممكن المنحه تروح عليا.
ازاي؟ قبل اي حاجه لازم اعرف ايه هي البرامج اللي تشيفنينج ممكن تمولها، وزي ما قلنا برنامج يعني المؤهل اللي انا رايح ادرسه. طيب هو لازم يكون ماجستير سنه واحده في بريطانيا فول تايم، بمعنى لو مش ماجستير مش هيتقبل، سواء دكتوراه او اندر جراديويت. لو سنتين مش هيتقبل، حتى لو السنة التانية كانت اونلاين او على حسابي او ببلاش او جبت لها منحة تانية برضو لا. طبعا لازم يكون في بريطانيا ومش اونلاين كمان. طيب ايه بقى موضوع السقف المالي للمصاريف ده؟ السقف المالي للمصاريف بالاساس محطوط علشان طلبة الام بي اي، لان في ام بي اي بروجرامز ممكن توصل ل 40,000 و 50,000 واكتر كمان استرليني. فالسقف ده بالاساس للام بي. قبل ما اتكلم عن اختيار الجامعة نفسها، هل انا المفروض يكون معايا اوفر سواء كونديشنال او ان كونديشنال من الجامعة؟ لا، مش مطلوب مني لا كونديشنال ولا ان كونديشنال، ولا ان انا اصلا اكون قدمت على الجامعة دي وانا بقدم على المنحة. المطلوب ان انا يكون معايا unconditional offer وقت القبول في المنحة. طيب ايه الكونديشنال والانكونديشنال اوفرز دول؟ باختصار كونديشنال اوفرز يعني مبروك مبدئيا اتقبلت معانا في الجامعة، بس ناقص لك حاجة، زي مثلا ممكن يكون ناقص ان انا ما عملتش ايلتس. والانكونديشنال اوفر يعني مبروك كرسيك او كرسيكي موجود في الجامعة السنة الجاية، بغض النظر عن اي حاجة، مش محتاجين اي استيفاء لاي شروط اخرى. طيب اختار الجامعات دي ازاي؟ انا ليه عايز ادرس في بريطانيا وعايز ادرس ايه؟ بدور على البرنامج اللي انا عايزه عامة. زي مثلا انا كنت عايز ادرس علاقات دولية، فقعدت ادور على علاقات دولية وعلى البرامج المختلفة اللي موجودة حتى لو اسمها مختلف شوية. ممكن كنت برضو طب انا عايز ادرس ديفلوبمنت، التنمية الدولية، حاجات تانية. قعدت اتفرج على البرامج الموجودة، اخد تور في صفحات الجامعات، كل جامعة عندها صفحة مخصصة لكل برنامج عندها. فانا بخش على الجامعة على الموقع بتاعها، بشوف ايه البرامج المتاحة، او بعمل سيرش على احسن الجامعات، على احسن البرامج. وهنيجي الموضوع احسن الجامعات ده دلوقتي حالا بعد النقطة دي. فانا بدور، بسأل ناس اكبر مني، بسأل ناس درست في بريطانيا قبل كده، او ناس متميزة في مجالها وعندها معرفة، بعرف ايه اهم الكورسات. طيب اختار الجامعة نفسها ازاي؟ الثلاث برامج اللي انا بحطهم في الابليكيشن بتاعتي في تشيفنينج، لو ما تقبلتش فيهم المنحة هتروح مني حتى لو تقبلت في المنحة. يعني لو هم قالوا لي مبروك انت تقبلت في المنحة، وريني الانكونديشنال اوفر في الجامعات دي، واديت لهم اوفر من جامعة تانية، ممكن اترفض وتتسحب مني المنحة. لان القاعدة العامة اللي على موقعهم الرسمي بتقول لو ما تقبلتش في الثلاث جامعات، في واحدة من الثلاث جامعات او الثلاث برامج اللي مقدمين عليهم دول، مفيش منحة. فعشان كده لازم اقدم بمنتهى الذكاء على البرامج اللي انا ممكن اتقبل فيها. البرامج اللي انا بقدم عليها على تشيفنينج ممكن يبقوا 3 برامج مختلفة جوه نفس الجامعة، ممكن يبقوا 3 برامج مختلفة في 3 جامعات مختلفة، وممكن يبقوا 3 برامج متشابهة في 3 جامعات مختلفة، او اي توافيق وتباديل. يعني من الاخر البرامج دي تقريبا كلها اللي موجودة اقدر اقدم عليها. في اختيار الجامعات انا هتكلم معاكم بصراحة وهقول اللي محدش بيقوله. الجامعات التوب رانكينج يونيفرسيتيز اعلى تنافسية في العالم. اكيد كلنا نفسنا يبقى عندنا مؤهل جامعي من احسن 5 جامعات في العالم، بس تقريبا كل الناس عايزة نفس الموضوع. فبالتالي لازم وانا بقدم جدا اعرف ان المنافسة شرسة، وان كنسبة مئوية نسبة القبول دايما اقل احصائيا لاي حد. يعني مثلا لو الجامعات الاخرى اللي هي في النص التاني من الترتيب ده مثلا نسبة القبول فيها 25%، ممكن نسبة القبول في الجامعات التوب دي يبقى 4%، 5%. يعني احصائيا بياخدوا 3 او 4 او 5 متقدم من كل 100، ممكن اقل من كده كمان. يعني اعمل ايه؟ يعني ما اقدمش؟ لا طبعا لازم نقدم لو محتاجين، بس لازم نكون عندنا تكتيك، ويكون عندنا وعي انا بقدم على ايه وفرصي ايه، واكون واقعي وعارف امكانياتي. انا عن نفسي لما قدمت انا كنت عايز ادرس في كينجز كوليدج لندن، واللي هي واحدة من احسن الجامعات، والحمد لله اتقبلت فيها. وكنت برضو مهتم بجامعة تانية اللي هي سوس، قلت دي برضو ممكن ادرس فيها. قدمت على الاتنين دول نسبة التنافس فيهم تعتبر عالية. فانا امنت نفسي بجامعة اقل في الترتيب في الربع الرابع. يعني لو احنا بنتكلم هم 100 جامعة دول من احسن 10 او من احسن كذا، فانا جبت حاجة بقى في الستينات السبعينات الثمانينات تحت. ليه؟ قلت ازود فرصي، لو انا ما اتقبلتش في كينجز كوليدج او في سوس اتقبل في دول. طيب انا لازم اكون عارف وضعي
بالنسبة للجامعة اللي انا بقدم عليها. من الاخر كده، لو انا تقديري مقبول او جيد، فرص قبولي في اوكسفورد وكامبريدج ويو سي ال وكينجز كوليدج ممكن تكون اقل من لو انا جايب جيد جدا مرتفع او امتياز. فبالتالي انا بحلم ادرس في واحدة من الجامعات دول، فاشوف انهي واحدة فيهم اللي انا عايز ادرس، لو ده حلمنا انهي واحدة فيهم اللي انا عايز ادرس احطه كواحد من التلاتة واقدم عليه واسعى له. ده ممكن اعمل كده، بس لازم اكون مأمن نفسي بجامعات نسبة القبول فيها اعلى ومتطلباتها الاكاديمية اقل. لكن انا متخرج بمقبول ومقدم على احسن 3 جامعات او 3 من احسن 5 في الجامعات، فانا نسب قبولي بمنتهى الصراحة اقل بكتير من حد تاني تقديره اعلى. كل واحد طبعا في الاخر يختار هو او هي شايفين الابليكيشن بتاعتهم ازاي. في حاجات تانية ممكن تكون مكملة للتقدير، او ممكن يكونوا هيكتبوا موتيفيشنال ليتر او كفر ليتر ما حصلش، ممكن. بس انا بتكلم ليه ما نأمنش نفسنا. وانا بختار الجامعات بعد ما بسأل وبعد ما بشوف على الويب سايت، بفكر كمان في شوية اسئلة. اخش اشوف المنهج فيه ايه المواد دي، هل المواد دي انا فعلا عايز اتعلمها ولا لا، ايه المدينة اللي انا عايز اعيش فيها، هل عايز اعيش في لندن ولا في ادنبرا ولا في اوكسفورد ولا فين بالظبط. كمان حياة الجامعة، الكامبس لايف. في جامعات سمعتها ان هي they are fun، وفي جامعات اكثر جدية، الستودنت اكتيفيتيز اقل منها. دي برضو حاجة ممكن تكون عامل من العوامل. الجامعة اللي انا درست فيها كانت تعتبر جادة شوية مقارنة بجامعة زي سوس. مش بتكلم على الشهادة، الاتنين طبعا شهادات كويسين، بس بتكلم على الكامبس لايف. سوس انا كنت بروح اخرج في سوس وانا بدرس في كينجز كوليدج مثلا. طيب ايه هي اشتراطات ايلتس للمنحة؟ لحسن الحظ من سنة 2020 تشيفنينج بطلت تطلب اشتراطات اللغة سواء ايلتس او غيره، وبقت تكتفي بان يكون فقط عندي unconditional offer وقت القبول في المنحة. ليه؟ يعني ده اعتقد تسهيلا على المتقدمين، لان هم بيقولوا والله لو انت عديت الريكوايرمنتس، اللانجوج ريكوايرمنتس سواء ايلتس او غيره بتاعت جامعه من الجامعات المعترف بيها في بريطانيا، فاحنا مش هنصعبها عليك ونطلب حاجه زياده. خلاص ما دام الجامعه قبلتك، يعني عندك القدره على التواصل بالانجليزي التعلم بالانجليزي الى اخره، فدي حاجه كويسه. يعني انا مش محتاج افكر في التقديم على ايلتس دلوقتي خالص. الايلتس ده هيكون علشان الجامعة، فبالتالي لازم اشوف شروط القبول في كل جامعة. الشروط ما هياش واحدة. في جامعات ممكن تقبل ايلتس بس، وفي جامعات ممكن تقبل ايلتس او حاجة تانية. في جامعات ممكن يقولك لو دارس في بلد عاملة ازاي قبل كده خلاص. فانا بشوف الاشتراطات ومفيش سكور موحد. في جامعات ممكن تطلب مني 6، وفي جامعات ممكن تطلب مني 7 الى اخره. الفيديو ده كان الجزء الأول من التقديم على المنحة. في الجزء الثاني هنتكلم بالتفصيل عن أهم نقطة في الابليكيشن، وهي السبورتنج ستيتمنتس أو المقالات أو الاسي كويستشنز. هنتكلم كمان بالتفصيل عن موضوع الريفريز، وهنتكلم عن أهم الأخطاء اللي لو عملتها هترفض فورا من المنحة وإزاي أتجنبها. وآخر حاجة هنتكلم فيها هي إرشادات ونصايح عامة وأنا بملى الابليكيشن. لو وصلتوا لحد هنا استنوا الجزء الثاني اللي هنزله الأسبوع الجاي، واكتبولي في التعليقات ايه اهم الاسئلة اللي عايزيني اجاوب عنها، واعملوا لايك وسبسكرايب علشان تدعموا القناة واقدر اكمل في تقديم محتوى زي ده. اشوفكم الفيديو الجاي.